السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا كل سنة وانتم طيبين. فاضل يومين ورمضان يدخل علينا. كل سنة والأمة الإسلامية بالصحة والخير والبركة. ربنا يجعل أيامنا كلها خير يا رب. النهاردة هنعمل بقى صواني رمضان، الصواني الأساسية اللي بتتعمل أول يوم. طبعا دي عادة، صراحة يعني. بيتهيألي الشعب المصري كله بيعمل الصواني دي اول يوم رمضان. مش عارفة ليه، بس هو احنا اتعودنا على كده، المحاشي بقى والصواني وكده. حتى لو انت عاملة محاشي في نفس الاسبوع لازم اول يوم يبقى كده. طبعا بيبقى ليه بهجة وطلة كده. وده زي ما تقولي ايه، حاجة كده خلاص. احنا اتربينا عليها ان احنا لازم اول يوم نعمل الصواني اللي انا هعملها النهاردة دي. هنعملها بطريقة سهلة جدا. طبعا انا بقالي كام يوم كده عايشين اجواء رمضان، بس انا بقالي كام يوم صراحة ما صورتش. بس اخر فيديو كنت مصورة برضو حاجات رمضان. طبعا عملنا حلو وحادق بطريقة جامدة جدا جدا، وبطريقة سهلة جدا. وطبعا ممكن بقى انتي تفرطي اللحمة المفرومة في الفريزر، بحيث ان انتي تطلعيها على طول وتعملي بقى البشاميل الجامد ده. انا صينية مكرونة بالبشاميل وجلاش بالكريمة حلوة قوي. طبعا انا عملت قبل كده معاكم كتير، بس النهارده بقى ايه يختلف، بما ان احنا بقى داخلين على اجواء رمضان، او احنا في اجواء رمضان. عشان اول يوم طبعا لازم شيء اساسي ان احنا نعمل ايه كده. طبعا هنا جبت حله وفيها شويه ميه، وحطيت طبعا الملح وكده. قلت اسقط بقى ايه، اسلق بقى كيس واحد بس مكرونه. طبعا انا ما عنديش بعمل الا كيس واحد صراحه، يا دوبك على قد الصينيه. انا مميزه صينيه عندي كده، بعمل فيها يا دوبك كيس واحد. صراحه بتكفي وعلى قدنا، ما بيفتش منها حاجه. طبعا هنا سلقتها سلقه كويسه. طبعا المكرونه بتاعت البشاميل دايما عامه بتسيبها تزيد في السوا شويه، مش زي المكرونه اللي بالصلصه او كده. طبعا هنا ايه، في نفس الحله حطيت شويه من الزيت ومعلقه من السمنه، وحطيت حوالي 4 معالق من الدقيق، وايه واشوحهم بقى لغايه ما ياخدوا لون، لون يكون ذهبي كده. طبعا انا كنت بفصل الكاميرا وبرجع، خدوا اللون معايا. نزلت بقى ايه بحوالي نص كيلو من اللبن، هو الكيس ده حطيته. طبعا زي ما انتم شايفين كده مكتل اهو. هجيب المضرب وهضرب فيه بحيث ان انا افكك التكتلات دي، وبحيث ان ايه على ما اللبن يغلي بالدقيق كده. طبعا لازم تسوي الدقيق، ما ينفعش تحطي دقيق يكون ابيض، هيبقى طعمه باين. طبعا هنا شو عندك بقى اي جبن حطي اول ما فكت. اي جبن بقى عندي، انا عندي شويه رومي كده بشرتهم بشره خفيفه كده ورميتهم. هحط بقى البهار، ملح وفلفل اسمر وشويه من السبع بهارات ومكعب مرقه اهو. هقلبهم بقى تقليبه كويسه كده. طبعا بصوا قوامها بقى كريمي خالص. طبعا بتدي مطه كده عشان شويه الجبنه الرومي اللي في قلبها. مش عندك جبنه رومي ممكن تحطي جبنه نستون بريزيدون او اي نوع جبنه نستون، بيدي طعم حلو قوي. وهنا بقى ايه، كان عندي حته لحمه مفرومه كده عصقتها. انتوا عارفين طريقتي في التعصيق. وهنا المكرونه اهي حطيتها في مصفى، بس ما غسلتهاش بميه. طبعا المكرونه بتاعه البشاميل ما بتتغسلش. هنا مسحت الصينيه مسحه سمنه كده، وافتكرت ان انا لازم احط في قاع الصينيه كبشه من البشاميل، فشلت المكرونه تاني. كبشه البشاميل دي في قاع الصينيه بتدي، لما بتيجي المكرونه تبرد تيجي تطلعيها تلاقي المكرونه ماسكاها طبقه كده من تحت، بقى طعمها خطير جدا جدا جدا. جربيها بالطريقه دي. طبعا حطيت بقى نص المكرونه تحت، وحطيت بقى كبشه كده من البشاميل، واحط بقى اللحمه المفرومه، اللحمه المتعصجه. طبعا طريقه المكرونه سهله جدا جدا جدا، وبجد يعني ما بتاخدش وقت. وممكن بقى انتي تعصجي اللحمه تحطيها في الفريزر عشان تبقى سهله معاكي كده في رمضان على طول ايه تطلعي وتعملي. حتى لو هتعمليها في اليوم مش شرط يعني يكون عندك في الفريزر، هتعمليها في ساعتها ما تاخدش اي وقت. طريقة التعصيجة دي سهلة جدا جدا جدا. طبعا من احب الاكلات في رمضان هي الصواني، لان بتبقى خفيفة على المعدة، وخفيفة على خفيفة في العمايل، وخفيفة في كل حاجة. بنبقى احنا حابين في رمضان ان احنا نعمل حاجات خفيفة، بحيث ان ايه
ما تاخدش معانا وقت في المطبخ، او في ناس بتبتدي الاكل وانا منهم بعد العصر. فدايما نحب ان احنا يعني ايه الحاجة اللي تبقى سهلة نعملها بسرعة. مفيش حاجة صعبة صراحة على ست البيت. فبسرعة ان شاء الله يجعله شهر خير كده علينا. هتكوني عاملة كل اللي انت عايزاه. طبعا خلصت صينية المكرونة زي ما انتوا شفتوا. كان عندي شوية كريمة، كريمة كدابة. طبعا انتوا انا كنت عاملاها معاكم يوم القطايف. فشيلتها صراحة اتبقت، فحطيتها على رف التلاجة، وقلت بقى استغلها اعمل منها صينية جلاش كده. الكريمة الكدابة دي خطير، بس انا زودت بقى عليهم شوية زبيب وشوية جوز هند، قلبتهم في قلبيهم عشان ايه احشيهم بيهم. طبعا هنا مسحت الصينية مسحة من السمنة. طبعا انا حطيت شوية سمنة على شوية زيت لان الزيت عندي فاتح، فحطيت سمنة على زيت. وهنا بقى ايه بقيت احط كل ورقتين وامسحهم مسحة كده بالسمنة والزيت. ما شاء الله كان خطير زي ما انتوا شفتوه كده في اول الفيديو. بجد تحفة تحفة تحفة. بجد انا كنت الاول زي ما ماما بتعمل. مامتي انا بتعمل ايه؟ بتجيب كوباية لبن وعليها بضاية وتسقي الجلاش الكريمه وجلاش الحادق. يعني جلاش الحلو وجلاش الحادق بتسقيه الاتنين بكوبايه من اللبن وبضايه. فلقيته صراحه عامل زي ما يكون ام علي كده. ف طري شويه، فاحنا بنحب يكون مقرمش، فعشان كده ما حطيتلوش بيضه ولبن زي ما انتوا هتشوفوا كده في الفيديو. طبعا حطيت الكريمه في النص، وبقيت الجلاش بقيت اللفه دي لفه نص كيلو حطيتها فوق، نفس ما انا عملت تحت عملت ايه فوق اهو. طبعا قطعتها بقى مربعات مثلثات، طبعا ما انت عايزه تقطعي بس بحكمه، لان الكريمه ممكن تطلع منك وتحروق. حتى لو طلع منك حاجه امسحيها كده مسحه بسيطه كده. طبعا هنا كانت صينيه المكرونه لان مطلعاها الاول بصوا بتبقبق اهي. ما شاء الله خطيره جدا، وكانت جوسي كده وكانت حلوه قوي. طلعتها تبرد بقى اهي. تعالوا بقى كده كانت بردت شويه، طلع منها قطعه لسه سخنه بس هتطلع برضو مفرفطه. بس ايه اوريكم بقى ايه ان هي جوسي كده معايا كده. بصوا عامله ازاي خطيره خطيره بجد. عامله ازاي تستاهل بقى بجد. تحفه تحفه تحفه. خطيره خطيره خطيره. بصوا انا عايزه اوريكم ان هي جوسي. بصوا بتمط مع اني ما حطيتلهاش موتزاريلا ولا حاجه عشان ما عنديش صراحه خلصت. شويه الجبنه الرومي اللي انا حطيتهم خلوا الجبنه تمط. وهنا بصوا ده العسل اللي باقي من القطايف، لو تتذكروا اللي انا قلت لكم حطيتهم في البطرمان الصغير، وشويه من السيرم من اللي انا كنت عاملاه ده على ده. من القطايف هتسقي بيه الجلاش. هسقي بيه الجلاش خطير بجد، مفيش حاجه هتترمي بجد. زي ما انتم شايفين الجلاش بصوا مقرمش من بره. زن سامعين القرمشه. مقرمش من بره ومن جوه طري وجميل جدا 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 وتحفه بقى. والزبيب وجوز الهند كده بيقرش في قلب الكريمه تحفه بجد. يستاهل بقكم. بألف انا وشفا لكل اللي كلوا. اتمنى ان كلكم تعملوا كده في رمضان الصواني الجامده دي. اتمنى ان انتوا يعني تجربوا اللي انا عملته. بجد الطريقه سهله جدا ومبتاخدش اي وقت. كده الفيديو بتاعي انتهى، وكل سنه وانتم طيبين. ومتنسونيش بقى باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.